السلام عليكم. يعني النهاردة يعني الواحد شايف الحملة ضد مصر زايدة جدا. حكاية السفينة اللي بيقولوا عليها ديت كارين ولا مش عارفة اسمها ايه يعني. في أكتر من سفينة بالاسم دوت. بيقول إن السفينة دي رست في ميناء الإسكندرية، وإن هي حاملة أسلحة والحقوا، ومصر بتساعد إسرائيل. ساعد إسرائيل يا يهبل انت وهو. هتساعد إسرائيل ضد نفسها؟ إذا كان هي مصر بتقول سينا خط أحمر، وإسرائيل كل شوية تهدد في مصر، طبعا مصر ما بتتهددش من الناس دي أصلا. بس يعني هي كل شوية تقول رايحة لفلسطين سينا، هنخش سينا. يعني مصر حتى لو هتساعد تديهم أسلحة عشان يضربوها يعني بيها. ده إيه الهبل ده؟ هو كلامه خلاص. هو الخرفان دول عقلهم طار خلاص، ولا هم عايزين يعني يخفوا الضغط على ايران، اللي كل شويه اسرائيل تخش تضربها، بس بتقول لهم الصراحه ما تخش، بتقول لهم انا هضرب في الاماكن دي. يعني موقع اكسس الامريكي قال كده، قال ان ايران بلغت اسرائيل، وبعد كده اسرائيل بلغت ايران ان هي هتخش تضربها الاماكن هتضربها فيها. فلقوا الحكايه العمليه باخت قوي، ولقوا ان الناس خلاص مش مصدقه المسلسل الهابط ده. فقالك نعمل ايه بقى، نضغط على مصر، ندخلها ازاي في قصة وتهديد لميناء الاسكندرية والهبل ده. ايه يعني؟ يعني مش فاهمة. طب بالعقل كده، يعني لو مصر هتساعد اسرائيل ضد نفسها، يعني ازاي يعني؟ يعني مصر ما بتاكلش من الهبل دوت. وبعدين نفينا وقلنا بصراحة ربنا. فالحملة زي ده تلاقي واحد يطلع يقول لك أنا مصري، وأنا واثقة إن هو مش مصري، وتلاقي من اللاجئين متلقحين هنا انا مصري، وتعالوا اضربوا، هنفضلكوا اسكندريه، إيه ابن الهبله ده قله الادب اللي احنا فيها دي. والله اللي يكتب بص زي ده، ولا يحرض على اسكندريه، ولا يحرض على اي بلد، لازم يتقبض عليه في نفس الثانيه. يا جماعه الحكايه مش هزار، ده ناس بتحرض على خراب البلد. الله. نساعد اسرائيل ايه وبتاع ايه يعني؟ ما الناس ديت تبطلوا بقى. هو عايزين يخفوا على الضغط عن ايران، والتاني اللي اسمه عمرو واكد اللي قاعد متجوز اليهوديه ده، وقاعد ولا الاسرائيليه دي، وقاعد مبسوط، وقاعد بس ينظر على مصر هو مين هو، ويطلع ايه، ولا هو صفته ايه اصلا؟ اوعى يكون لسه معاه جنسيه مصريه، والله العظيم يبقى فعلا احنا نستاهل لو الاشكال دي لسه معاها جنسيه مصريه. يلا. المهم مصر قوية، مصر شعبها معاها، ومش هينفع كل الحاجات الهابطة اللي هم بيعملوها ديت هتتقلب عليهم إن شاء الله.